القاهرة تقدم. أهلا وسهلا. عسلامة. مرحبا. أهلا برمضان، طيب الشربة. واحنا نطيبوا شيش بقرنيط. واحنا نطيبوا حساء. إن شاء الله رمضانكم مبروك. سنين دايما. كل عام وانتم بخير. باي باي. باي باي. رمضانكو بالمصري. رمضانكو بالمصري، برنامج من إعداد هند سامي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم رمضانكو بالمصري. أعزائي المستمعين، المسحرات يجوب الأحياء اللبنانية في رمضان، ينادي عليهم وقت السحور للقيام والتهيؤ للصوم، وعادة يقرع على طبلة صغيرة بقضيب من الخيرزان، مرددا أشعار وأناشيد دينية ومدائح، وينادي على الصائمين أن يقوموا للسحور، مرددا عبارات مثل يا نايم واحد الدايم، وقوموا لسحوركم جنبي زركم. سيبانة رمضان هي عادة بيروتية قديمة لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، وتتمثل بالقيام بنزهة على شاطئ مدينة بيروت تخصص لتناول الأطايب والمآكل في اليوم الأخير من شهر شعبان، وتقيم سهرات طويلة تترقب خلالها قدوم شهر رمضان، وكانت تسمى استبانة بمعنى التبيان لحقيقة حلول شهر رمضان، إلى أن أهالي بيروت حرفوا الكلمة مع مرور الزمن إلى سيبانة تسهيلا للفظها. وللمزيد نستمع إلى صديقة البرنامج العزيزة ميرنا ديك من لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ميرنا ديك، أنا عايشة بلبنان. طبعا أول شي بحب هنيكم بقدوم شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله بينعاد على جميع المسلمين بكل بلدان العالم. طبعا شهر رمضان شهر بننطره، يعني من السنة للسنة بناطره وبنحتفل فيه بشكل مميز، يعني على طرق مختلفة. أهم مظاهر الاحتفاء عنا بشهر رمضان بلبنان بيكون الخيم الرمضانية، وهي عبارة عن خيم بتقدم الإفطار والسحور مجانا لجميع الفقراء والمساكين والمحتاجين، لأنه يتقدم لهم الفطور أو السحور أو الأكل برمضان يعني. فهاي أهم المظاهر اللي بنشوفها بلبنان. طبعا بالنسبة كمان لتزيين الشوارع، شوارع بيروت كلها بتكون مزينة بالفوانيس تاعت رمضان وبالآيات القرآنية، وكمان البيوت بتكون كلها زينة وزينة كتير حلوة، خاصة بشهر رمضان المبارك. طبعا ما فينا ننسى صلاة التراويح اللي العالم حتى بتنطرها كتير لتروح على الجامع وتقضي صلاة التراويح فيها، وبتكون ممتعة. والأدعية كمان طبعا بصلاة التراويح بيكون العالم ناطرة هذا الشهر لحتى سبحان الله يعني تدعي وتطلب من رب العالمين أي شيء بتحبه. وأنا من النوع اللي بحب روح على المسجد صلي التراويح. بالنسبة للعزايم والموائد في شهر رمضان، أكيد يعني سبحان الله لمة الأهل والرفقة والعالم الطيبة هي من أهم المظاهر كمان برمضان، واجتماع العائلة كلها على الطاولة هي أهم شيء. أنا بالنسبة لإلي وبالنسبة لأهلي نحن لازم نكون مجتمعين يوميا على طاولة رمضان وعلى طاولة الإفطار، وحتى سحور بنحاول نكون مع بعض. والحمد لله يعني برجع بقول كل سنة وأنت بخير للجميع،
وأطيب أكلات مشهورة عنا برمضان طبعا ماما بتعملها هي مغربية، وبتعمل رز دجاج، وبتعملنا كبسة. يعني في أكلات مميزة برمضان، وأكيد ورق عنب وكوسة اللي أنتم بتقولوا عنه محشي بمصر. هاي بالنسبة للشهر الفضيل، وكل سنة وأنتم بألف خير. أعزائي المستمعين، رمضان في سوريا. ثمة عواصم في العالم يرد اسمها كلما ذكر رمضان، وفي مقدمتها دمشق التي تكاد تنفرد بتقاليد مميزة عن مثيلتها في تعايش الناس مع شهر رمضان المبارك. يمارس أهل دمشق عادات قديمة عريقة في رمضان توارثوها عن أجدادهم، تحكي روح التراث والأصالة والمحبة والتواصل الديني والأخلاقي والحياتي فيما بينهم. نعيش الدقائق في أزقة سوريا وشوارعها مع المستمع الغالي الصديق بلال أبو الصياح من دمشق سوريا. شهر رمضان بسوريا شهر خير وبركة. شهر رمضان بالشام تتزين الشوارع وتكون البسمة بوجوه المسلمين جميعا، يكون الخير والبركة بوجه الناس. شو بدي أحكي لك عن رمضان؟ رمضان بيكون أحلى شهر بركة وخير تقوى. أما شوارع رمضان بالشام يا ناس، الزينة، محلات الحلويات، محلات العصير، التمر هندي والتوت الشامي والعرس السوق والجلاب. عالشام، ما أحلى هواك يا شام، ما أحلى رمضان فيك يا شام. أما محلات الحلويات يلي بتكون فاضية بساطة قدام المحل وعم ينادوا على الحلويات، ومحلات العصير والبساط العصير يلي عم ينادي تعال عندي أنا بياع تمر هندي، هذا اللي وصفه الطبيب شراب منه بالطيب، سوس يا سوس بارد يا سوس. أما محلات الفواكه والخضار كمان بتكون مزينة، حارات الشام وشباب الشام بتكون كلياتها بالساحات الشباب قبل الفطور. وأما بحكي لكم عن الفطور باللمة الهنية بجمعتنا بجمعة العائلة. طبعا برمضان بيكون الفطور ببيت العيلة، بيت الست والجد، كل العموم كلها مجتمعة، والخالات كلها مجتمعة، وأولاد العم كلها مجتمعة، وأولاد الخالات كلها مجتمعة. وأما الفطور نجلس على سفرة واحدة، معانا أطيب الأكلات، الفول والتسقية والتبولة والفتوش والشوربة والسلطات، والوجبة الرئيسية بتكون موجودة. وأول يوم رمضان عنا شغلة مميزة برمضان بالشام، يقولوا لك بدنا ناكل أكلة، يعني مثلا شاكرية ورز، تكون أكلة بيضة، شاكرية ورز، لبنية، أي أكلة بيضة تكون. إيه الله يفرج عن الشام. وتكون لمة كتير كتير حلوة. أما بعد الفطور كاسة الشاي، أحلى كاسة شاي نحط بقلبها العرق النعناع، بجنن طعمتها. بعدها بنطلع لحنا والجد والعموم وولاد العم على الجامع عشان صلاة التراويح، ونصلي التراويح وبنرجع على البيت. هون بيكون في نفس هلأ لتاكل الحلويات، وبناكل الحلويات وبناكل الناعم، رماك الهوا يا ناعم، والعوامة والمدلوقة،
حلاوة الجبن والنابلسية والنمورة والأساطي. على لمتك يا شام، الله يفرج عنا الشام. وبعد منها بعد ما نرجع البيت من صلاة التراويح ونتحلى، نطلع نحن والشباب، نطلع على المزرعة، نقعد براس الحارة عند أصحابنا، نقعد عند الحلاق براس الحارة، نقعد عند محل الخضرة براس الحارة، وأول نطلع على المزرعة بنشغل الشيشة ونقعد. إيه الله يفرج عن الشام. شو بدي أحكي لكم عن الشام وعن هوا الشام. ما تشوف الشام قبل صلاة المغرب بنص ساعة، يلي بده يلحق يجيب الحلويات، اللي بده يلحق يجيب العصير، اللي بده يشتري هواء رماك الهوا يا ناعم، يلي بده يشتري معروك. يا عيني يا عيني على الشام. تلاقي الشباب كلياتهم تشرب بالشارع عم يستنوا اذان المغرب. يا سلام. اما بدي احكي لكم عن يوم الوقفة. يوم الوقفة هذا له طعمة خاصة عند الشباب. يوم الوقفة تلاقي الشاب بده ينزل يجيب ثياب للعيد، حصران يوم الوقفة، ما بيعجبه غير يوم الوقفة. بده يروح يجيب ثياب للعيد ويرجع عند الحلاق ويلتم هو واصحابه بعد الحلاق ويطلعوا على حمام السوق، بيتحمموا. يرجع اول يوم العيد الصباح نطلع على الجامع، وبنطلع من الجامع بنرجع لبيت العيلة لأحلى فطور أول يوم العيد. الله يفرج عن الشام. والأولاد الصغار تستنى الأبهات والعم والخال والخالة ليعطون العيدية. ما أحلى الشام. أنا ما شفت أجمل من العيد بالشام وما رح. الله يفرج عن سوريا وعن أهل سوريا، ويرجع الشمل بين قلوب المسلمين جميعا يا رب العالمين. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم رمضانكم بالمصري. حتى يجمعنا وإياكم لقاء جديد، تقبلوا تحيات هند سامي الإعداد. هذه تحيات مهندسة الصوت حنان عبد النبي، ولكم تحياتي مروة حلمي.